تقاعد من الشرطة برتبة لواء. لعب كرة القدم في أكثر من نادي، ولقب بجنرال الإعلام الرياضي، وله ابنة من فنانة وولدين من مطربة يعاني من هذا المرض. تصدر اسم الإعلامي الكبير مدحت شلبي الترند خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لأزمة صحية. طمأن مدحت شلبي جمهوره على صحته، وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي الكبير عمرو أديب في برنامج الحكاية: الحمد لله، أنا كان جالي ما يسمى بارتجاع المريء، وده وفقا للإحصائيات 40% من المصريين منصابين به. أضاف مدحت شلبي: وده أثر على الأحبال الصوتية ضمن الآثار الجانبية، وأصبح عندي إجهاد في الأحبال الصوتية، والدكتور طلب مني أريح صوتي لمدة أسبوع على الأقل، وإن شاء الله الأسبوع القادم أو اللي بعده نعود لتقديم البرنامج الأسبوعي. كان الإعلامي مدحت شلبي تحدث عن حالته الصحية خلال حلقته في يوم السبت 7 ديسمبر في برنامجه مساء الأنوار، وقال مدحت شلبي: الناس بتقول لي إني خسيت، ده كويس، بس السبب تقيل. وأضاف: أنا جالي ارتجاع في المريء، وأسبابه بعض العادات الخاطئة زي الأكل الدسم والنوم بعد الأكل والتدخين. وتابع: مريت بتجربة قاسية وفي طريقنا للتعافي، مهم حافظوا على نفسكم، لأن في ثانية الارتجاع ده بيجي، يا رب ما يحصل لأي حاجة، وأنا بقول التجربة عشان مهم للناس تسمعها مني. مدحت شلبي من مواليد 1944. التحق مدحت شلبي بكلية الشرطة وتخرج منها وعمل ضابط. تدرج مدحت شلبي في المناصب بوزارة الداخلية، ووصل إلى مساعد لرئيس قطاع الأحوال المدنية، ثم التقاعد من الشرطة برتبة لواء. لعب مدحت شلبي في صفوف النادي الشرطة، ثم انتقل إلى نادي الشمس ولعب لفترة، وأسند إليه تدريب الفريق بالإضافة إلى كونه لاعب أيضا، ثم درب فريق أسمنت السويس. درس مدحت شلبي التدريب في أوروبا، وحصل على دراسات دولية متقدمة من جامعة لافيبريا الإنجليزية، ودورة تدريبية من أكاديمية نابولي الإيطالية. بدأ مدحت شلبي العمل الإعلامي في أوائل التسعينات، وقدم برنامج منوعات استضاف فيها نجوم الفن والرياضة، ومنها سباق القمة، ثم اتجه إلى التعليق على المباريات، وله العديد من الجمل الشهيرة زي هلا 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 عليك يا حبيب والدي. في بداية الألفينات بدأ مدحت شلبي مسيرة مع تقديم البرامج الرياضية والاستوديوهات التحليلية للمباريات، واشتهر ببرنامجه مساء الأنوار. ظهر مدحت شلبي في فيلمين: سمير أبو الليل ومرجان أحمد مرجان، طبعا مع الزعيم عادل إمام. زوج الإعلامي مدحت شلبي من الفنانة شيرين وجدي المطربة، أنجب منها بنته نهلة، ثم تزوج من المطربة سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح، لديه منها ولدين فريد ومحمد. مر الإعلامي مدحت شلبي بأزمات عديدة، وتعرض للإيقاف بسبب جمل قالها أثناء التعليق على المباريات، منها سنة 2021 عندما تم إيقافه عن العمل لشهر بسبب جملة علول حط الزغلول في مباراة الأهلي والزمالك. كبا الكابتن مدحت شلبي بالجنرال الإعلام الرياضي. شهرته في التعليق جعلت الشركات تتهافت عليه للإعلان عن منتجاتها بطريقته الخاصة.